قصتنا تبدأ ويا مجموعة من الزومبي اللي سيطروا على العالم، واللي البشرية تقريبا انتهت، والبقاء على قيد الحياة أصبح من المستحيل لأن الأكل والمي أصبح معدوم تماما، والمجموعة الناجية بقت فئة صغيرة جدا قليلة. أما هسه فيجي ولد صغير ويخاطر بحياته ويخوض رحلة مليئة بالمخاطر، وهدفه الوحيد إنه يلقى دكتور على مود ينقذ حياة أمه، لكن هو يمر بطريق مليء بالزومبي فيضطر أن يواجههم لوحده بدون أي مساعدة. بس قبل هاي الأحداث كلها نرجع بالزمن ونشوف مجموعة من الأولاد وهم قاعدين يشاهدون التلفزيون، وكان اكو ولد اسمه جيمي اللي كان قاعد وياهم. فهنا تجي عمة جيمي وهو يقول لها يا عمتي شنو صاير؟ فتقول له ما صاير شيء، ابقوا هنا ولا تطلعون برا. وجيمي يسمع صوت احد يدق بالباب فيقوم ويشوف منه، وفجأة يدخلون عليهم الزومبي ويبدون ياكلون بيهم. اما جيمي فيخاف ويشوف امه، وامه تضحي بنفسها وتسد الباب وتقول له اهرب يا جيمي، والزومبي يهجم عليها ويخلص عليها. اما جيمي فيروح ويهرب للكنيسة، والزومبي يبدا يطلع له من كل مكان فيروح يركض لابوه، وابوه كان دا يصلي بالكنيسة. وهنا جيمي يدق الباب لكن ابوه ما يسمعه، والزومبي يبدا يتقرب لجيمي فهو يفتح الباب بقوة ويدخل ويقول لابوه امي واختي بخطر، وابوه يقول له ان هم بامان لان هذا يوم مجيد وهو يوم الحساب. فينزع القلادة من رقبته وينطيها له ويقول له ابني خلي هاي القلادة يمك دائما وخلي ايمانك بالله قوي. وبهاي اللحظة يدخلون الزومبي على الكنيسة فيعضون ابوه، وابوه يتحول، وجيمي يبدا يبكي ويقول له يا ابويا ليش تركتني لوحدي؟ وبعد ما يروحون الزومبي جيمي يهرب من المكان. وبعد مرور 28 سنة نشوف رجل اسمه جيمي اللي عنده ولد اسمه سبايكي، اللي هو يجي ويصحي ابنه ويقول له قوم يا سبايكي عندنا شغل مهم لازم اليوم ننجزه. فهنا يقوم سبايكي ونشوف الناس كل واحد من عندهم مشغول بعمله، هذا اللي يرعى الخرفان، وهذا اللي يصيد الاسماك، وهذا اللي يقطع الحطب. بعدها سبايكي يحضر العدة مالته وياخذها وياه ويروح وياكل ويا ابوه. فامه كانت مريضة ونايمة فوق بفراشها، وهي ترمي القلاص على الارض وينكسر. اما جيمي فيروح يشوف ايش بيها، وسبايكي يروح ويلحقه، وامه تقول له سبايكي انت ليش ما رحت للمدرسة؟ فجيمي يقول لها انا راح اخذه وياي للغابة ادربه، لكن زوجته ما تقبل وتقول له انت تريد تقتل ابننا، هو بعده ما يفهم شيء. فيقول لها هو مو صغير، هو اصبح شاب، ويبدون يهدون بيها. ومن هنا سبايكي ياخذ السهم مالته من صديق ابوه ويروح وياه للغابه، والناس يبدون يشجعون بيهم ويقولون لجيمي دير بالك على سبايكي. وسبايكي كان سعيد بهذا الشيء. ومن هنا هم يوصلون للبوابه اللي بيها الغابه فيلتقون بالقائده اللي يكون اسمها جيني. وجيني تقول لسبايكي انت تعرف قواعدنا، اذا رحت وحدك وما رجعت فما راح يجي احد وراك وينقذك، وهذا الشيء تعلمناه من مرور سنوات طويله بعد ما فقدنا احبابنا بسبب الزومبي. فسبايكي يقول لها انا جاهز، وجيني تأمر جماعتها انه يفتحوا لهم البوابه. ومن هنا جيمي وسبايكي يدخلون ويبدون يمشون عن طريق البحر، ولما يوصلون للغابه يشوفون زومبي وهو دا يزحف ببطء. وجيمي يقول له دا يشوف هذا الزومبي هو صح بطيء لكن بنفس الوقت هو خطير، واريد من عندك انه تصوب السهم باتجاهه وتخلص عليه. وبالفعل سبايكي يوجه السهم على الزومبي ويخلص عليه، ويبدون يظهرون باقي الزومبي. وجيمي هنا يبدا يخلص عليهم واحد ورا الثاني، وبالاخير يشوف زومبي صغير ويحاول يقتله، لكن سبايكي وقفه ويقول له يا ابو يا عوفه. فابوه يقول له احسنت يا ابني، اليوم انت نجحت بالاختبار. ومن هنا هم يواصلون طريقهم ويدخلون المكان مهجور ويشوفون رجل مربوط. فسبايكي يقول له هذول ليش رابطين هذا الرجل؟ فجيمي يقول له هذا نوع من العقاب يخلون الشخص هنا على مود الزومبي يجي عليه وياكله، اما اصحاب الغابه فهم غريبين، وهسه المطلوب من عندك انه تقتله لان هو مصاب وما عنده لا عقل ولا روح. وهنا سبايكي يتردد لكن بعدها يستجمع قواه ويخلص على الزومبي. ومن هنا هم يكملون طريقهم ويبدون يبحثون عن الناس المصابة. فسبايكي يشوف راس بقرة معلق وهو يقول لجيمي، وجيمي يرعب من المنظر ويقول هذول الألفا اللي هم سووا بيها هيجي. فيقررون انه يرجعون للبيت، لكن يظهر قدامهم مجموعة من زومبي الألفا. فجيمي يقول له اهرب بسرعة، وهم يبدون يرجعون للغابة لكن الزومبي يبدأ يلحقهم. فيروحون يختبئون ببيت مهجور فوق، والزومبي يبقى محاصرهم بالأسفل. أما جيمي فيقول لسبايكي الألفا مو مثل باقي الزومبي، هاي النوعية أذكياء وسريعين جدا وما راح نقدر نواجههم لانه ما بقى عندي سهام. فبهاي اللحظه سبايكي يشوف نار ويقول لجيمي شنو هاي النار؟ وجيمي يقول له انا ما اعرف شنو مصدرها، لكن هم بالاخير ينامون بس البيت المهجور ينهدم بيهم. وسبايكي كان نايم ودا يحلم بامه. اما جيمي فهو يصحى او يطلعون من البيت ويقول له لازم نهرب من هنا باسرع وقت ممكن قبل لا يوصلون الالفا انه. فيبدون يمشون على طريق البحر، ومن هنا هم يشوفون واحد من الالفا اللي يركض وراهم ويبدون يركضون، بس سبايكي يعثر ويتصوب برجله.
وجيمي بسرعة يساعده ويقول له اركض، فيبدون يصيحون القائدة جيني هي وجماعتها ويقولوا لهم افتحوا البوابة احنا اجينا. فجنود القائدة يشوفون الالفا وهم يركضون ورا سبايكي وابوه فيطلقون الاسهم عليه ويقتلوه، ومن بعدها جيني تتأكد من سبايكي وجيمي انهم ما تحولوا الى زومبي وما جابوا الوباء، فتفتح لهم البوابة ويدخلون، وبعد ما يدخلون اهل القرية يبدون يحتفلون برجوعهم. وخلال هاي اللحظة جيمي يقعد يحكي لهم عن رحلته هو وابنه، وكان كلش واضح عليه الفخر بيه، واهل القرية يفرحون بالانجاز اللي سواه ابنه. اما جيمي فيروح ويا بنية اسمها روزي اللي كانت عنده علاقة وياها، فتصير بيناتهم علاقة غير شرعية. اما بهاي اللحظة فسبايك يشوفهم وينقهر لان ابوه دا يخون امه، وهو يركض بسرعة للبيت ويروح يطمن على امه ويحضنها، ويبدا يحكي ويا صديق ابوه ويقول له انه جيمي دا يكذب على الناس ويقول لهم انه انا اللي قتلت الالفا، لكن بالحقيقة انا قتلت واحد من الزومبي البطيئين، ولما الالفا هجموا علينا احنا اختبأنا فوق البيت، وانا كنت خايف واريد ارجع للبيت لكن شفت نار كبيرة. فيقول له قصدك شفت دكتور كيلسون؟ انا ما كنت اتوقع راح يبقى عايش لحد هاي اللحظة. فسبايكي يتفاجئوا بهذا الشيء لان هم ما عندهم دكتور هنا، وصديق ابوه يبدا يحكي له عن كيلسون ويقول له كانت عنده عيادة قريبة من ويتلي باي. وسبايك يقول له أنا سألت جيمي شنو هاي النار، وهو قال لي أنا ما أعرف شنو مصدرها، وقال لي كل الأطباء اللي بالقرية ماتوا، يعني هو دا يكذب علي بكل شيء. وبثاني يوم الصبح سبايك يبدا يحكي ويا جيمي ويقول له ليش ما قلت لي إنه إحنا عندنا دكتور بالغابة؟ وجيمي يقول له قصدك كيلسون؟ هذا مو دكتور، هذا رجل مجنون، لأنه قبل وإحنا دا نمشي بالغابة اشتمينا ريحة لحم دا يحترق، ورحنا وشفنا كيلسون وهو مصفط الجثث ودا يحرق بيهم، وما نعرف شنو السبب. أول ما شافنا هو رحب بينا وقال لنا تعالوا يمي، لكن احنا خفنا وبعد ما رجعنا هناك. وسبايك يقول له اذا امي ماتت انت راح تروح لحبيبتك روزي. فجيمي يعصب ويضربه، وامه تسمعهم وسبايك يروح ويحضنها ويطلع ويهدد جيمي بالسكين ويقول له عوفنا بحالنا. فجيمي ياخذ من ايده السكين وبعدها يرجعها له ويعوفهم ويطلع. اما سبايك فيبدا يفكر بخطه ويروح ويحرق المخزن ويقول لجماعه جيني روحوا هناك اكو حريق بالمخزن لان هو دا يحترق وانا راح ادير بالي على المكان. فيسمعون كلامه ويروحون، وهنا سبايكي يستغل الفرصة وياخذ امه ويروح باتجاه الغابة، وامه تحكي وياه وتقول له انه احنا بالغابة وهذا شيء خطير. فيقول لها ايه احنا صاحب مكان خطير، وهي ترد عليه وتقول له وين جيمي؟ فيقول لها هو ما موجود ويانا. فتقول له لازم نرجع فورا، لكن هو يقول لها انا راح اخذك الدكتور قديم وهو راح يقدر يعالجك وراح تصيرين زينة. وبالليل هم يبقون بمكان مهجور، وسبايكي يقول للامه انت نامي وانا راح ابقى اراقب المكان. ومن هنا سبايكي ينام من التعب، وبنفس اللحظة يجي الزومبي البطيء وهو يزحف باتجاههم. فهنا امه تستيقظ وتقتل الزومبي، وبثاني يوم الصبح سبايكي يشوف الزومبي وهو مقتول. فيقول الامه شنو صار؟ فهي لانه مريضه ما تتذكر شنو صار، وهي تقول له انا ما ادري بشي. وبنفس الوقت نشوف جنودهم دا يركضون والالفا يركضون وراهم، ويصير اشتباك عنيف بيناتهم، والجنود يقتلون عدد من الالفا، لكن بنفس الوقت يخسرون كم واحد من جماعتهم. فيواصلون طريقهم ويكون هذا المكان مظلم، وبسرعه يشغلون الضوء، وفجاه يسمعون صوت الالفا ويحاولون يقتلوه لكن هم ما لحقوا. فالالفا يلزم اثنين من عندهم ويقتلهم، وثلاثه يهربون بسرعه من المكان. وهسه نرجع لسبايكي وامه اللي يبدون يتمشون بالمزرعه، وامه تبدا تتذكر ابوها من كانت صغيره، بس فجاه يطلع لهم زومبي وسبايكي مباشره يقتله. لكن هنا يبدون يطلعون باقي الزومبي، وسبايكي وامه يهربون والزومبي يطاردهم لحد ما يدخلون المكان مهجور ومتهالك ويكون بيه غاز. فامه تختنق بسبب هذا الغاز. اما المتحولين فيدخلون للمكان، وسبايكي كان يحاول يدافع عن امه، وفجاه يظهر جندي وهو كان فوق ويفتح الشباك ويقول لهم انبطحوا على الارض. فيرمي على الزومبي بسلاحه، وهنا المكان كله ينفجر والزومبي يحترق، وسبايك وامه يطلعون من المكان وهم سليمين. اما هو فيسال الجندي ويقول له شنو صار؟ فيقول له هذا غاز البنزين كان متراكم من سنوات طويله، ويبدا يعرفهم على نفسه ويقول لهم اني اسمي إيريك. وسبايك يبدا يعرف عن نفسه ويقول له هاي امي. بعدها هم يبدون يمشون، وإيريك يشيل ام سبايكي على ظهره ويمشون مسافه. فإيريك يتعب ويقول لسبايكي خلي ناخذ استراحه، وبالفعل يبدون ياكلون تفاح ويستراحون. بعدها هم يواصلون طريقهم، ومن هنا ام سبايكي تسمع صوت زومبي وهو يصرخ بداخل القطار. فتروح وتشوف زومبي الالفا وهي تولد، وبسرعه تساعدها وتاخذ المولود، والمولوده تكون طفله سليمه. وهنا تستيقظ الالفا وتحاول تهجم عليهم، لكن إيريك يقتلها ويقول لام سبايكي ارمي هذا زومبي صغير. فتقول له لا هي سليمه. وبعدها يجي الالفا، وللاسف هو يسحب إيريك ويقتله.
يقتله، ومن هنا هو يبدا يركض ورا سبايكي وامه، فيشوف الالفا مقتوله وهو يعصب عليهم ويرجع يلحقهم. اما سبايكي فهو كان يرميه بالاسهم لكن هو ما يموت، وفجاه يظهر الطبيب كيلسون وهو يضرب الالفا بالمخدر وياخذ راس إريك، وسبايكي يقول له انه انا وامي نحتاج مساعدتك، فيقول له تعال وياي قبل لا الالفا يستيقظ، فيروحون وياه. وهنا هو يبدا يحكي لهم عن المكان ويقول لهم انه هذا جبل الجماجم، او اي شخص ينقتل هنا اني اخلي الجمجمه مالته كتذكار، او يبدا يحرق براس إريك. فينطي لسبايكي ويقول له اختار مكان إله، وسبايكي يخليه ويا باقي الجماجم ويقول له اني جيت هنا على مود اعالج امي من مرضها. وبالليل يبدا كيلسون يفحص ام سبايكي ونعرف انه هي عندها مرض خبيث، فيقول لها اني اسف ما راح اقدر اعالجك لان السرطان منتشر بكل مكان بجسمك. ومن هنا سبايكي ينصدم بهذا الشيء ويحزن على امه، وامه كانت تحاول تهديه وتحضنه. اما كيلسون فيحضر السهم، وام سبايكي توافق انه يقتلها قبل ما المرض يقتلها، وتقول له لسبايكي دير بالك على هاي البنيه الصغيره. بعدها تروح ورا كيلسون، وكيلسون ينهي حياتها تماما، وهو يجيب الجمجمه وينطيها لسبايكي ويقول له اختاري لها احسن مكان. فسبايكي ياخذ الجمجمه ويصعد بيها الجبل الجماجم لحد ما يوصل لاعلى نقطه بجبل الجماجم ويخليها بيه. وبهاي اللحظه يوصل الالفا الهم، فهم يختبئون تحت الارض، لكن هو يلقاهم ويحفر الارض ويمسك كيلسون ويحاول يقتله، لكن سبايكي ياخذ ابره مخدره من كيلسون ويضرب بيها الالفا. بعدها سبايكي قرر انه يبقى بالغابه ويرسل رساله لجيمي ويقول له انا بخير لكن بعدني ما مستعد ارجع للبيت، وانا لقيت الطبيب كيلسون وهو طلع رجل طيب وهو مو مجنون مثل ما انتم تقولون. وهاي البنيه الصغيره تكون بنت بنيه مصابه بالزومبي من الالفا، لكن البنيه سليمه واني اريدكم انه تعتنون بيها، واني سميتها آيلا. وبعد ما يكمل جيمي قراءة الرسالة يروح يركض ويفتح البوابة ويصيح لابنه سبايكي، لكن بنفس الوقت الألفا كانوا يطاردون بيه، فسبايكي يقتلهم، لكن هم يبدون يطلعون إلى بكميات كبيرة، فهو يهرب منهم بس يحاصروه عند الجبل. ويظهر رجل ورا سبايكي ويقول له اتوافق نساعدك، فسبايكي يوافق، وهذا الرجل ينادي جماعته ويبدون يقضون على الألفا، ومن هنا سبايكي ينبهر بمهاراتهم القتالية. أما هذا الرجل فيبدأ يعرف عن نفسه ويقول له أنا اسمي جيمي، وهو كان لابس قلادة برقبته. ونكتشف انه جيمي هو نفسيته الولد الصغير اللي شفناه بداية الفيلم اللي ابوه انطال قلادة، ونعرف انه فقدان الام ما كان ضعف من سبايكي ولا تقصير، وانما كان قدر وماكو شيء يرجع له اللي راح، لكن بالاخير احنا نقدر نعيش بطريقة تخليهم يظلون ويانا بكل خطوة. ويا اعزائنا المشاهدين كل اللي سمعتوه واللي شفتوه هو يعود الفيلم 28 years later.